السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني. بصوا الجمال والعظمه دي، حاجه كده طعمها جميل بتدوب في البق. طعمها حلو قوي، شكلها جميل جدا. يعني حاجه كده انا مش عارفه اوصفها ايه الطعم ده بالظبط. حاجه حلوه، مسكره. يعني ما تعرفيش هي عباره عن ايه، بس حاجه جميله لو قدمتها لضيوفك، حاجه مميزه قوي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. انا معايا هنا كوبايه سمسم، ومعايا كوبايه دقيق، ومعايا كوبايه ميه. دي المكونات بتاعتي، لسه مكون كمان. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة البلدي أو حتى السمنة العادية. ومعايا معلقتين الأول كده مليانين من الزيت بيديها لمعة، بيديها طراوة كده، بتبقى حلوة، يخلي العجينة طرية يعني. هحط الأول أول حاجة معلقتين الزيت على معلقة الزبدة، هحطهم يسيحوا في الميكروويف، على حمام بخار، أي حاجة. خلاص انا كده دوبتهم كويس، هسيبهم بقى يهدوا كده عبال ما نشتغل في الحلو بتاعنا. انا كده جبت اي حاجه واسعه افضي فيها الدقيق وافضي فيها السمسم. هنا يا جماعه السمسم كاس، بصوا، ممسوح او كوبايه ممسوحه. الدقيق كوبايه هرميه، وكمان هنزود معلقه وشويه عليها، يعني معلقه ونص عليها، يعني كوبايه هرميه ومعلقه ونص عليها على كوبايه ممسوحه من السمسم الني او السمسم اللي مش متحمص. لازم يكون مش متحمص او ني. ونقلب بقى المكونات دي كلها كويس جدا جدا معانا، يعني نقلب دمت مع بعض كويس. وبعد كده نجيب كمان البيكنج باودر، عايزه معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعايزه يعني كده بتاع ربع معلقه من الفانيليا، تديها طعم حلو برضه، وبيديها ريحه جميله جدا. هنقلب بقى كل المواد الجافه دي كويس جدا جدا مع بعض. السمسم لو متحمص معاكي هيبقى طعمه مش حلو، خصوصا ان الحلو بتاعنا ده هيتحمر في الزيت، فطبعا هو متحمص كمان ان احنا هنحمره هيبقى طعمه محروق ومش حلو، ومش هيمسك معانا في العجينه كويس. كمان احنا عايزينه ني. بعد ما قلبت المواد الجافه بتاعتي كويس جدا مع بعض، فضيت بقى الزيت على الزبده، هفضيه واغلف بيها كل المكونات دي. عارفين البسكوت دي يعني العجينه بتاعها شبه البسكوت كده، ما ينفعش تعجني فيها، دي تتلم وبس، يعني نلمها بس كده وندخل كل المكونات في بعض، لكن ما نعجنش فيها. بصوا انا بلمها ازاي في بعض. بغلف كل الحبيبات بتاعه السمسم وبتاعه الدقيق كلها مع بعض كده، بخلي السمنه والزيت بتوعي يمسكوا فيهم، يعني تبقى تحس ان هي بقت زي الرمله اللي بصوا اللي هي ايه فيها ميه، فاهميني؟ بس هنزل بقى بكوبايه الميه دي، يعني معلقه معلقه كده، عشان طبعا انا ما عنديش اي حاجه تربط لي المكونات بتاعتي دي الا الدقيق، فعشان كده انا بنزل بالميه حاجه حاجه. هنا معايا معلقه الخل طبعا، اللي برضه هتدي هشاشه كده، وهتساعد مع البيكنج باودر بتاعي، يدي الحلو بتاعنا هشاشه وطعم حلو كده، ويعني بيديها، عارفين، طراوه للعجينه، يعني بيديها حاجه حلوه كده. ونزلت برضه بالمعلقه بتاعتي بالميه بتاعتي معلقه معلقه. انا بلم ازاي؟ بصوا لو خدت بالكم هتلاقوني بلم مش بعجن. هلم بقى كل العجين بتاعي كده، بس بقت عجينة معايا جميلة ملمومة. خلاص انا كده هسيبها يعني 10 دقايق ربع ساعة تتدفى او ترتاح. هغطيها بكيس واسيبها على جنب. هاجي بقى اعمل الشربات بتاعها. الشربات ده يا جماعة اللي بيحبه مسكر يزود في السكر شوية، أنا بحب عامة الشربات بتاعت السكريات، الحلويات ما بحبوش مسكر، يعني ما بحبش السكريات قوي. فنزلت هنا بكوبايتين سكر، وهنزل عليها كوبايتين إلا ربع مية بالظبط. أنا لقيت الإزازة يعني مش عايزة تنزل، بتنزل براحة جدا، فتحتها خالص بقى ونزلته. حطيت كوبايتين إلا ربع مية. ده الشربات بتاعي بس كده. هاخده بقى بعد ما ادوب السكر كويس كده على البارد، اخده ارفعه على النار زي ما اتفقنا. الشربات لما نيجي نقلبه يبقى بالراحه بحرص، عشان ايه؟ السكر ما يبقاش على الحروف يبوظ لي الشربات بتاعه يسكر كده. انا علقت عليه، اول ما ياخد 3 دقايق يغلي خلاص هطفي عليه. انا جبت بقى العجينه بتاعتي بعد ما ارتاحت ربع ساعه، هجيبها بقى كده وهقسمها بالنص. انا مش محتاجه لا احط زيت ولا احط دقيق على المفرش بتاعي.
هو يعني العجينه بتاعتي مش هتلزق خالص. انا قسمتها بالنص عشان المساحه عندي مش كبيره. لو انت عندك المساحه كبيره يبقى اشتغلوا بالعجينه مره واحده، لو ما عندكوش المساحه كبيره صغيره زي بتاعتي كده اقسموها. جبت كيس بقى، كيس تلاجة كبير كده، ممكن تقطعوه تحطوا نص تحت ونص فوق، او عندكم كيس كبير زي بتاعي كده حطوه في النص واشتغلوا. بس اهم حاجه حبايبي واخواتي ما تنسونيش في الاشتراك في القناه، حاجه بتفرحني جدا، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. هنا بقى انت بعد ما حطيتي الكيس فوق والكيس تحت، بايدك بقى تفرديها بالنشابه، يعني على حسب ما انت حابه وعايزه. بصوا هي بتتفرد بكل سهوله ازاي. بس بقى انا ايه يعني، بعمل حاجتي باستعجال شويه، فجبت النشابه وفردت بيها، ما خدتش معايا يعني ثواني. والعجينه ما شاء الله طريه وجميله وما بتشققش وحلوه، وبتتفرد معايا بكل سهوله. حاجه طعمها حلو قوي يعني، ما تعرفيش تميزيها، حتى اللي هياكلها عندك هيستغرب قوي هي دي ايه. طب معموله من السمسم، ايه بقى المكونات التانية؟ يعني هيوصل لكم طعم كده جميل قوي، تحس ان انت بتاكلي الطبق كله وانت مش قادره توقفي، يعني مش قادره تعملي ستوب. جميله وسهله وجديده وشكلها جديد. والكميه طبعا على حسب ما انت عايزه، يعني الكميه على حسب ما انت عايزه زودي. اهم حاجه يكون السمسم اكتر من الدقيق، قصدي اكتر من السمسم. وكمان الكوبايه من الدقيق او كوبايه ومعلقتين، بتاخد معايا معلقتين زيت ومعلقه سمنه كبيره. خلاص بص السمك بتاعها جميل ده، انا عايزه نفس السمك كده، وبقطعها بقى، عايزاها كبيره عايزاها صغيره زي ما انت حابه، الحجم اللي انت حباه اعملي بيه. قطعي بقى كل العجينه بتاعتك دي زي ما انت حابه. النص الاولاني اللي احنا قاطعينه من دي انا حاطاه القالب بتاعي او في الصينيه بتاعته، مغطياه عشان ما تنشفش معانا. هي مش بتنشف بسهوله بس برضه عشان ما تشققش على القليله يعني. خلاص انا كده جايه اسلكها، لا حسيت ان هي عايزه تتك عليها تاني فاتك عليها تاني وهسلكها من بعضها. جميله جدا هتعجبكم يعني، مش هتبطلي تعمليها، والله ما هتبطلوا تعملوها بجد. سهلة خفيفة طعمها جميل، ما يعني ما تشبعش منها يعني. هي عشان رقيقة معايا عشان انا هتنيها، مش عايزة يبقى السمك بتاعها تخين، عشان كمان انا هتنيها وكمان انا مقطعاها صغيرة، ما تبقاش حاجة صغيرة مكلكعة كده مش حلو. بصوا جميلة ازاي، فانا عشان كده بخليها رقيقة خالص لان هي تتنى النص. وسلكيها كده يعني، سلكي كده وانت بتعملي. والعجين المتبقي ده او اللي طالع ده هلمه بايدي دلوقتي واحطه على النص التاني. بصوا انا بلم ازاي يا جماعه، مش بعجن. كل ما هتعجني كل ما هتعضم معاكي ومش هتبقى حلوه، مش هتتفرد بسهوله. شفتوا بقى؟ بصوا كده، انا بصوا يا بريحها بس كده على ايدي. بص امسكي بصبعك النص اللي تحت، ارفعيه على النص اللي فوق، بس خليه اقل يعني سنه من اللي فوق. انا عايزه النص اللي تحت يبقى صغير شويه، حاجه بسيطه، واطي شويه عن ال النص اللي فوق. ومن هنا كده واقفلي كويس عشان ما تفكش منك. بصوا جميله ازاي وسهله وبسيطه، بس في الاخر شكلها جميل جدا وطعمها اجمل. يلا انا عملت معاكم كام واحده اهو علشان تعرفوا تعملوها ازاي. يلا قومي بقى بلاش كسل واعملوها، جميله قوي. انا بعمل معاكم كذا واحده عشان يعني تشوفوها بالظبط اتعملت ازاي وما تتفكش منكم. اهم حاجه يا جماعه الخطوه اللي بعد دي، اهم حاجه ان انا بعد ما هشكل بتاعتي كلها، بصوا الجمال بصوا العظمه، لازم اسيبها ساعتين 3 بعد ما تتشكل. انا شلتها حطيتها بره بعيد عن المطبخ ساعتين او 3 من غير ما تتغطى. انا هنا للاسف سبتها ساعه ونص بس، ما ادتنيش النتيجه اللي انا عايزاها. اكتر كل ما بسيبها اكتر كل ما بتبقى مقرمشه اكتر. بصوا جميله ما فكتش ولا اي حاجه. هنستخدمها هنقليها بقى ازاي. انا بجيب الزيت بتاعي وبعلي النار شويه، اول ما يسخن ان انا احط ايدي على الزيت كده ما تقهوش يعني.
حطيت واحده لقيتها الحمد لله ما فكتش وكويسه وحلوه. نزلت بقى بالكميه بتاعتي واقلب بقى بس ما تقلبوش وهي قبل ما تاخد اللون عشان ما تتهريش معاكم، لان ما فيش حاجه زي ما احنا قلنا ربطاها الا الدقيق بس. اما تلاقوها خدت لون كده من تحت اقلبوا الناحيه التانية وافضلوا على كده، كل ما تاخد لون اغمق اقلبوها الناحيه التانية، كل ما تاخد لون اغمق قلبوها الناحيه التانية. وطبعا الشربات انا طفيت عليه بعد اول ما غلي، يعني 3 دقايق كده، بعد ما غلي 3 دقايق. هنا بقى انا مجهزه مصفى، لازم اطلعها على مصفى، ومجهزه المصفى بتاعتي علشان اطلع من الزيت على المصفى. ريحتها حتى وهي بتتقلي كده ريحتها حلوه قوي، ريحتها جميله بجد ما شاء الله. والله انا يا دوبك صورتها خلصت فيها تصوير، ببص انا ما لقيتهاش ما شاء الله الف انا اللي كلها يعني. بص لونها جميل ازاي وشكلها جميل ازاي. هي بس بتحب تتكي عليها شويه في التحمير، ما تطلعهاش كده لونها اصفر، لا لازم تكون محمره حلوه قوي. هنا انا التليفون يعني مش مبين، مش موضح قوي اللون بتاعها جميل. صفي بقى كويس كده وطلعي. ولما تيجوا تخلصوا يا جماعه الزيت بتاع الحلو ده ما تستخدموش هو في السمسم عشان ما يتحرقش. بعد ما يخلصوا خالص والزيت يهدى ممكن تصفوه لو هتعملوا فيها تاني حلو من دوت. ممكن لو هتعملوا حاجة تانية يعني حاجات حلوة زي كده او اي حاجة، يعني ايا كان صفوه. جميلة ما بتاخدش وقت وبتتعمل في ثانية. بصوا الجمال حلو قوي، بصوا شكلها جميل ازاي وهي جميله ازاي. انتوا حسيتوا بالقرمشه وانا بحدف الواحده في الطبق؟ بصوا بحدفها، انا بحدفها ازاي في الطبق. جميله جدا، مقرمشه قوي من بره ومن جوه طريه وجميله حلوه قوي، طعمها حلو. يعني زي ما قلت لكم هي مش مشبعه خالص مهما تاكلي فيها ما بتشبعيش. خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. اجيب بقى الشربات البارد طبعا زي ما اتفقنا، هي تبقى سخنه قوي وهو بارد جدا. هسيبها 3 دقايق بالظبط في الشربات، لازم تتساب 3 دقايق. عشان كده احنا بنقول لازم الشربات يكون ساقع. الشربات لو سخنة هتفك منك برضو، لان زي ما احنا متفقين هي